يتقدمه الأمير وقضاة المذاهب الأربعة وأئمة المساجد ومشايخ الطرق الصوفية، ويطوف الموكب شوارع القاهرة قبل مغادرته إلى مكة في 27 من شهر شوال. ويخضع المحمل لنظام دقيق في تكوينه أشبه ما يكون بجيش عسكري في وقته وصرامة نظامه، كونه يشكل سفيرا فوق العادة للسلطان. وفي شهر صفر وبعد انتهاء موسم الحج تعود قافلة المحمل إلى القاهرة، تستقبلها مدافع القلعة ب12 طلقة واحتفال شعبي بسلامة عودة الحجاج. المحمل المصري وإن كان الأكثر شهرة إلا أنه لم يكن الوحيد، فقد شهدت بلاد الشام واليمن والعراق في فترات مختلفة إطلاق قوافل حجاجها بطريقة مشابهة، وإن تميز المحمل المصري بحمل كسوة الكعبة المشرفة. في عام الحزن يا نبينا دموعك طهرة تسقينا، وأهل الكفر في زمانهم شايفهم لسه وسطينا. ندهت وقلت مولانا يا رب الكون لا تنسانا، بيقفوا صفوف ورجموني ونور الحق ويانا. إلهي حنن الأحجار وطفل جميل من الكفار بيجري عليك وخير يديك بإذن الواحد الغفار. ملاك ينزل وبيجيلهم وقال من غضبه يا ويلهم، طلبت الرحمة من الرحمن وبدموعك بتدعيلهم. رسول الرحمة بتسامح ولو قالوا كلام جارح، تقول يا رب نجيهم أكيد فيهم واحد صالح. يا طاهر نفسي أكون طاهر من الباطن ومن الظاهر، ومهما أشوف غضب أو خوف أكون شفاف ومش ظاهر. من الدعوة ما شاء الله ناخد نفحات رسول الله، ولو ملنا بيعدل ويقبلنا بإذن الله. ينطق باسمه الحجر ومفيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في سماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان.
الحلم لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، ومفيش ضمين لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور عليا يبان، نور النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان، باب الشفاعة اتفتح وبإذن الرحمن، وانا حالي لما انصرح كان الرسول فرحان. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل